طيب معانا على التليفون كابتن حازم امام عضو مجلس اداره نادي الزمالك على التليفون، والزميل الاعلامي وزميل الملاعب. كابتن حازم ازي حضرتك؟ السلام عليكم كابتن خالد، ازي حضرتك؟ كابتن حازم عايزين نعرف يعني من خلال وجودك معانا على التليفون وكل الزملكاويه اللي بيسمعونا دلوقتي، هل كابتن حسن شحاته بعد ما مجلس اداره اخذ قرار من ايام سابقه بالموافقه على الاستقاله، كلام قوي جدا على ان الاستاذ ممدوح عباس اتصل بمعظم اعضاء مجلس اداره وقال لهم جمدوا هذا القرار، وقال ان هو يجي يوم الجمعه وهيقنع كابتن حسن شحاته بالبقاء، وقال لمعظم اعضاء مجلس الاداره ما تتكلموش مع مدربين دلوقتي لغايه ما اقعد مع الكابتن حسن شحاته. هل الكلام ده صحيح ولا لا يا كابتن حازم؟ لا والله، هو مستر ممدوح ما اتكلمش في هذا المنطلق. بس يعني ان هي رايحه ان احنا نستنى لغايه يوم الجمعه ويوم السبت ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا المجلس او اللي اخذوا التصويت في المجلس هم مش ضد الكابتن حسن، يعني انا ما كنتش موجود، يعني انت اكيد عارف ما كنتش موجود. بس اللي كانوا موجودين هم مش ضد الكابتن حسن ولا كان في دماغهم تماما، ولكن هو يعني موقف اضطروا انه ياخدوه نظرا للظروف ساعتها اللي كانت محيطه بيهم، وان كان بقى في ناس تقول لك غلط او صح، ولكن بقول لك ان هو مش موقف ضد الكابتن حسن. وكل الناس لو كابتن حسن تراجع عن الاستقاله ما عندهاش اي مشكله وادنى مشكله في ان هم يعني ان هم اساسا ما استبعدوش الكابتن حسن. يعني في كلام نزل على كل السيطات ان الزمالك استبعد الكابتن حسن والزمالك هو اللي مشى الكابتن حسن. طبعا الكلام ده احنا ما يعني مش احنا، لا يعني مش نادي الزمالك ولا نادي الزمالك عمل اي شيء من هذا القبيل، ولا المجلس عمل حاجه من هذا القبيل. فاحنا مستنيين يوم الجمعه ممدوح لما يجي ويشوف الكابتن حسن. لو كابتن حسن تراجع عن الاستقاله دي هيبقى موجود في نادي الزمالك طبيعي، يعني مش احنا اللي خدنا القرار، هو اللي خد القرار لوحده. واعتقد يعني ما اعرفش، انا حاسس ان المجلس ما اثرش في اي حاجه من جانب الكابتن حسن، يعني كلنا بنتكلم دي كل احترام وتقدير، والعقوبات كلها اعتقد انها طبيعيه وبالعكس يعني شايفها قاسيه كمان، وده اللي احنا كلنا بننشده يعني. طيب كابتن، يعني ما هو اكيد هناك سر لم يعلم بعد من قبل كابتن حسن شحاته. فجأة كده كابتن حسن قدم لكم الاستقالة قبل الاجتماع. يمكن انت ما كنتش موجود يا كابتن حازم، كنت في انا اقول لك برضه، عايز افصل لك انا ما كنتش موجود ليه، عشان برضه يعني فضل. انا ازاي ما كنتش موجود في اجتماع المفروض مهم زي ده، عشان برضه الناس تبقى عارفه ظروف الفرق. احنا اجتمعنا قبل الاجتماع بيوم السبت اللي قبليه، اجتماع مجلس الاداره كان يرأس اللواء صبري سراج. اعتقد انت اكيد متابع، انت راجل اعلامي ومتابع. كنا لسه اسبوع قبليه على طول مجتمعين وعملنا 50 بند، وكان مجلس كويس وكل حاجه، وخلاص انت المفروض تجتمع مره في الشهر. لكن الاجتماع ده خالد، ده اجتماع كان بمناسبه معينه، احنا جايين عشان حاجه معينه، كان اللي هي مرسى مطروح ومناقصات مرسى مطروح، ان مين يعني لازم يبقى في مناقصه تتعمل عشان الاكل ومرسى مطروح هيشتغل كان يوم الاربعاء ان شاء الله. فالاجتماع كان خصيصا لهذا الموضوع، مش ما فيهوش كرة قدم تماما، ما فيش ولا بند في كرة القدم كان فيه. تمام. فعشان كده انا يعني سافرت الماتش، ويعني الاجتماع كان لحاجه يعني انا ماليش فيها قوي، يعني اللي هي مناقصات اكل وشرب وبتاع لمرسى مطروح، مع اهتمامنا طبعا بيه كلنا، ولكن يعني انا مش هلعب في المناقصات او في الكلام ده، فما يعني كان هياخدوا موافقتي طيب كابتن حازم، اقول لك انا بس هقول لك انها مشيت ازاي. ان احنا يوم الجمعه كنت انا قاعد مع كابتن ابراهيم، قعدنا وباشمهندس رؤوف جاسر، قعدنا وعمل جايين حوالي 9 ساعات في نادي الزمالك. يوم الجمعه بنشوف الاسامي اللي الكابتن حسن كتبها، وبنشوف هنعمل ايه مع الدكتور عبد الله زوز كان قاعد معانا، قعدنا حوالي 8 9 ساعات في النادي يعني. وخلاص والموضوع خلص، وروحت سافرت، ففوجئت باستقاله من الكابتن حسن. كلموني اعضاء المجلس قالوا لي ده استقال بسبب من غير سبب، ما حدش فاهم حاجه. يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. طب ما كتبش يا كابتن حازم، ما كتبش في الورقه اللي تقدم بيها في الاستقاله اسباب الاستقاله؟ انا ما شفتش الاستقاله دي على فكره لغايه دلوقتي يا خالد، يعني انا ما شفتهاش. انا كلموني قالوا لي ده كابتن حسن استقال، قلت لهم استقال ليه يا جماعه؟ احنا ايه اللي حصل؟ ايه ما نعرفش، بعتوا لنا الاستقاله وقفل التليفونات. قلت لهم طب وبعدين؟ قالوا احنا بنحاول نكلمه. قلت له طيب، يعني انا توقعت ان هو هيحاولوا يكلموه هيوصلوا له، يعني ما توقعتش ان الموضوع فيه مشكله. بعد الماتش فوجئت بفتح بقى على الانترنت، فوجئت ان قبول استقالة حسن شحاته واللي حصل ده. فلغايه دلوقتي انا ما عنديش تفسير هو كابتن حسن استقال ليه، لان اعتقد القرارات اللي احنا طلعناها متهيألي قرارات تربويه وقرارات كويسه وقرارات قاسيه، يعني ده اللي كان الكابتن حسن كان محتاجه او كان عايزه.
فعملناه. انا ما اعرفش هو استقال ليه، يعني انا ما عنديش خلفيه هو ليه. طيب هقول لك يا كابتن معلومه جات لي، معلومه ان كابتن حسن شحاته اما انت ظهرت يوم الجمعه مع الكابتن شوبير والكابتن ابراهيم يوسف وقلتم ان شيكابالا هيتوقع عليه عقوبه ماليه فقط. انا ما قلتش كده خالص خالص. طب قلت ما قلتش كده خالص. ما هي دي المشكله، ان احنا ما حدش بيسمع. هو كل واحد يقول لك ده شفت قال ايه، وهو ما يبقاش شاف ولا سمع وبعدين يقول ده هو قال. انا ما قلتش كده خالص. انا قلت بالظبط عقوبه شيكابالا هتبقى يا اما الاعاره او العقوبه الماديه. لسه ما توصلناش، وهنعرف بعد التحقيق. هنعمل معاه تحقيق لو هنشوف معاه، وهنشوف هنقرر يوم الخميس القادم هنعمل ايه في شيكابالا بالظبط. فحتى كابتن شوبير قال لي يعني اسمع افهم كان هيبقى قرار ودي. قلت له مفيش حاجه اسمها وديه، ده الموضوع ما فيش ودي تماما، في عقاب وعقاب هيبقى صار. ده اللي قلته مع كابتن شوبير بالظبط. تمام. انا يعني ما جبناش موضوع ان احنا لا شيكابالا هيقعد ولا هيمشي. بالعكس كلام كابتن ابراهيم قبليه كان بيقول برضه ان في عقاب، وقال حتى الراجل الجزاء من جنس العمل، حاجه زي دي كده، ان الجزاء ما دام العمل ما دام كبير فيبقى الجزاء كبير. انا فاكر كلمه كابتن ابراهيم. ما فيش حاجه اتقالت لا على لساني ولا على لسان كابتن ابراهيم ان احنا مش هنعاقب شيكابالا او ان احنا هندلع شيكابالا، ولا يعني مفيش حاجه من الكلام ده اتقالت. فاهم؟ وحتى لو فهم من الكلام ده خالد اعتقد كان يعني مثالي كنا نتكلم، يعني حتى يبعت، يعني نبعت نتكلم ايه اللي حصل، طب ليه، طب انتوا لو عملتوا كده يا جماعه انا مش معاكم. ده اللي يعني انا متهيألي هي دي وجهه النظر يعني. لكن احنا ما فيش حد في المجلس ما اقرش بعقوبه شيكابالا، كلنا اقررنا اخطا. فما اعرفش، انا ما اعرفش ليه بقى الناس كانت حسن استقال او تسرع في الاستقاله. يعني حازم بالعربي كده بصراحه، يعني انت يعني البعض ربط استقاله كابتن حسن بانه الموقف اللي عمله شيكابالا ومجلس اداره ما خدلوش حقه، فابتدوا الربط بين ده. حقه في ايه يا خالد؟ طيب يعني ما خدلوش حقه في ايه؟ اه هل انا هطلع كمان صداره ثاني يوم اذا هو في نفس اليوم يا خالد في نفس الماتش الاعضاء كلهم نزلوا وقالوا احنا معاك يا كابتن حسن، اللي كانوا في الماتش كلهم، مش كل الناس كتبت هذا الكلام كله. وتم تحويل شيكابالا للتحقيق وايقافه لاجل غير مسمى. اول حاجه خالد حصلت نزلوا كلهم في الاوضه للكابتن حسن وقالوا له احنا معاك في كل حاجه هتعملها. وبعدين حاولنا تحقيق، وبعدين منعناه من السفر مع الفرقه في السعوديه. وبعدين قلنا هنبت في امره. وبعدين كابتن حسن بعت لنا تقرير الجمعه. الاجتماع كان السبت، والاجتماع الثاني مش دعوه بالكوره. كابتن حسن بعت الاستقاله قبل الاجتماع او في وسط او يعني قبل ما لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاجتماع هم بيقولوا راح جاي الاستقاله. فانت ما عملناش حاجه ضد الكابتن حسن. دي هي النظريه، احنا كلنا بنحترم الكابتن حسن وبنحترم حازم بص يعني طب معلش اسمعني شويه يا كابتن حازم. دلوقتي بمنتهى الصراحه من ساعه ما جه كابتن حسن وهو بيثير دائما انه هيرحل. يعني طلع على لسان كريم حسن شحاته ان بابا خلال 3 ايام لو لم ينفذ ليه معرفش 1 و2 و3 هيستقيل ويسيب الفرقه. ثم كابتن حسن شحاته مش راضي يمضي العقد لمده 5-6 شهور، مش راضي يمضي العقد الا ببنود يزود مكافآت معينه في حاله الفوز بكذا، في حاله الفوز بكذا، في حاله الفوز بكذا، ثم الموافقه على البنود دي. تمام. ثانيه واحده معلش بقى. اتفضل. ثم ثانيه واحده يا حازم. طيب انا اسف معلش. لا ولا يهمك. ثم بعد موقعة المصري راح اتكلم مع اتحاد جده واتفق معاهم على كل حاجه وكان وافق انه يسيب الزمالك. ثم بعد اتحاد جده اما المكالمه طلعت على اليوتيوب راح قال خلاص همضي ومضى وعمل شرط جزائي لمده شهر واحد. ثم يرحل قبل الاجتماع. يعني هل كابتن حسن ثم ما ردش على مجلس اداره نادي الزمالك وطلع على قناه النادي الاهلي وقال على الهواء مباشره انه مش مكمل؟ طيب انا خليني بس عشان انا انا يعني مش مجالي ان انا اقول وجهه نظري في حسن، ان هو اكيد اقدر مني اني اتكلم في الحاجات اللي حاسس الخاصه كلها. لا بس انت عضو مجلس اداره يا حازم. لا يعني دي حاجات هو عملها، انا ما اقدرش اقول لك تفسير هو عملها ليه. دي حاجات ليه هو يعني عملها، فدي تفسير ترجع للكابتن حسن. انا بتكلم انا كمجلس اداره احنا بنقدر الراجل ده وكلنا بنحترمه جدا وعملنا كل ما هو في وسعنا ان احنا يبقى في فرقه كويسه معانا. اعتقد كل الناس بتقول احنا عملنا فرقه كويسه وحاولنا ان يعني كل طلبات الحسن تبقى مجابه وان احنا يعني ما فيش حاجه قالها غير لما اتعملت. ممكن يبقى في تقصير دلوقتي في المستحقات لكن ده على مصر كلها مش على الزمالك بس. دي حاجه. تاني حاجه المجلس
في حاجه خالد معلش بس عشان انا بقالي يومين بقرا جرايد. اتفضل. انهيار القيم والاخلاق في نادي الزمالك والمبادئ وتنكسر ويخسر اللاعب. حاجات انا ما اعرفش، هو الناس دي باصه ان احنا ما تعاقبناش كباله، الناس باصه على بطاقه كابتن حسن وما بصوش ان احنا عملنا ايه، ان احنا رد فعلنا ايه. هي دي النظريه، الناس عايزه يعني ايه تتكلم علينا وحش وخلاص. طب ده احنا خدنا اكشن، ما حدش بيقول ان انت عملت اكشن، كله عمال يتكلم انتوا ازاي تقبلوا الاستقاله. ما انا بس استقاله او هم قبلوا الاستقاله على اساس ان هم المفروض عملوا كل حاجه والكابتن هو اللي مش هو اللي مشهور. صح. وبعدين احنا ناس يعني كل اعضاء المجلس الخارجي كلهم ناس محترمه، ناس تربويه، ناس عندها اخلاق، ناس عارفه الصح من الغلط وعارفه العيب وعارفه اللي حصل في كابتن حسن شهاده ده عيب. فبالتالي كان في عقوبات للناس كل المجلس. فليه المزايده على ان انهيار الاخلاق وانهيار القيم وان احنا فضلنا من اللعيبه على حسن شحاته؟ مين اللي قال الكلام ده واتعمل فين؟ انا كل ده عشان اتاخرنا في الوقت او بناخد بروسيجرز معينه؟ لا بس عايز اقول لك حاجه حازم دلوقتي، يعني نهدى شويه ما يبقاش هو تقطيع لمجرد التقطيع او مجرد ان انا عايز اشتم في الناس او ان انا عايز ابين ان انا زملكاوي قوي وبحب الاخلاق فدول مش محترمين. مين اللي قال كده؟ يعني احنا كلنا محترمين، كلنا عارفين ده عيب اللي حصل وغلط وما ينفعش، مش مع كابتن حسن، مع اي مدير فني في نادي الزمالك ما ينفعش يحصل مع الكلام ده. فما بحبش بس ان احنا يعني اتمنى ان احنا برضه زملكاويه وعندنا اخلاق وكلنا بنخاف على اي اسم في نادي الزمالك. تمام. انا متضايق بس ان كل واحد طالع انهيار الاخلاق، ما فيش انهيار ولا حاجه، واحنا اعتقد دي اقصى عقوبه لعيب كوره في مصر حصلت. ولعيب كبير جدا، وعلى فكره على النقيض في ناس كتيره جدا بتقعد تكلمك كل يوم ما تمشوش شيكابالا وهتغلطوا عمركم. عندنا ضغوط كبيره جدا كاعضاء مجلس الاداره، في ناس فئه كتيره في المجتمع شايفه ان شيكابالا لازم يقعد ويتعمل منه غرامه ماليه، لكن احنا اصرينا ان في كمان اعاره. يعني طب حازم دلوقتي عشان نكون بنتكلم بالمنطق، ما هو طبعا يعني مش عارف الناس كانت عايزه مثلا المجلس بعديها بربع ساعه يبيع شيكابالا. بيع شيكابالا ده لابد من وجود عروض، وعروض تكون مناسبه سواء للاعاره او للبيع، لانه اصل من اصول النادي، هو يعتبر اغلى لاعب في النادي. فبالتالي اذا طلب الكابتن حسن شحاته اعارته فهيتم مثلا الموافقه في حاله عوده كابتن حسن شحاته. بس اذا يا كابتن حازم لم يتم يعني او لم ياتي لنادي الزمالك اي عروض مناسبه ما هو مش لقيمه شيكابالا، هتعملوا ايه؟ لا هنشوف العروض المناسبه، ان شاء الله يطلع في عروض مناسبه ويعني انا بقول لك النيه في المجلس ان لازم، يعني احنا شايفين ان بغض النظر كابتن حسن هيقعد او مش هيقعد فهو شيكابالا هيروح اعاره. عشان بس طب معلش، طب هسألك سؤال، هل ده مرتبط بعودة كابتن حسن شحاتة ولا القصة افرض كابتن حسن شحاتة ما رضاش يرجع، هل هتبقوا على شيكابالا ولا شيكابالا بغرامة مالية مثلا ويبقوا مع مدير فني جديد ولا كده هيتم اعارته؟ ما اعتقدش يا خالد، المجلس ما اعتقدش المجلس هيوافق بهذا الكلام، وانا مش بتكلم بناء على المجلس يعني، ولكن الناس في المجلس رأيها ان شيكابالا لازم يعار هذا الموسم. تمام. بغض النظر كابتن حسن رجع نتمنى ذلك او ما رجعش. طب هل في كلام على عودة حسين ياسر؟ لا مفيش كلام على عودة حسين ياسر. احنا بنشتغل كنا يعني سبحان الله الدنيا دربكت كده فجأة بلا مبرر. كنا قاعدين مع عبد الله جورج يوم الجمعة على اساس ان اللعيبة اللي هتيجي خلاص، وكان خلاص بنخلص لعيبة مهمة وكنا هنشوف هنبيع مين ونعمل ايه، لكن الدنيا كهربت اليومين دول فجأة بلا مبرر كده واخرتنا شوية بلا داعي يعني. طيب يعني يوم الجمعة الجاية الأستاذ ممدوح عباس هيقعد مع الكابتن حسن، هو يحاول إقناعه، في حالة إقناعه هيرجع تاني ولا هيكون في اجتماع مجلس الإدارة؟ أنا أتمنى من الكابتن حسن بس إن يعرف إن إحنا أنا مش عارف أوصل له، وكلمت كريم كذا مرة في التليفون ومش عارف أوصل لهم يعني، وللأسف الشديد يوميها يعني يوم اللي حصل ده. وأتمنى إن هو يعرف إن إحنا بنحترمه وبنقدره، وإن المجلس كله ما عملش حاجة وحشة في حسن تماما. وعلاقتنا بيه ما كانتش ده اللي مزعل الاعضاء المجلس، ان علاقتنا يمكن تسمح ان هو يعمل يعني يقفل التليفون ويقدم استقالته. كان يعني كان العلاقه تبقى احسن لو اتكلم مع الناس وقال لهم انا مش موافق على اللي انتوا هتعملوه مثلا او اي حاجه. يعني يكون في نوع من المواجهه يعني. مش مواجهه، لا مش مواجهه، احنا كلنا اولاد النادي سامحني وكلنا يعني انا لا المواجهه بالطلبات، يعني المواجهه بالطلبات الملعب. فقصدي ايه العلاقه يعني ان هي تبقى علاقه انسانيه اكتر يعني. طيب بس يا حازم مثلا انا مش موافق على اللي انتوا هتعملوه فانا مش موجود، اقول له يا كابتن مش موافق ليه؟ ايه اللي حصل؟ نفهم الاخر. ممكن يبقى كابتن حسن مش فاهم حاجه معينه فاهمها له، يعني ده اللي كنا بنرجوه يعني. تمام. كابتن ابراهيم مثلا يقول له لا انت فهمت غلط، حسب في موضوع ميدو، ان برضه في ناس قويت موضوع ميدو ان احنا
ونفرده بالعافيه، برضه كلام مش من هذا القبيل تماما. وبرضه كلامي مع كابتن شوبير قلت اولا واخيرا الراي الاخير لحسن شحاته، فبرضه ممكن ما يبقاش هو سمع الكلام ده، سمع ان حسن امام بيقول ان ميدو هيلعب بالعافيه مثلا. لا هو في كلام ان انت مش عايز ميدو يمشي، في كلام ان انت مش عايز ميدو يمشي وكابتن حسن يعني قال ميدو يمشي، وفي كلام على بعض المواقع اصل حازم بيرتبط بعلاقات عمل مع ميدو او بيزنس، فعشان كده مش عايز ميدو يمشي. والله يعني سمعتها دي يا حازم؟ ربنا يسامحهم يعني والله. يعني لو اي حد عنده ورقه او شغل او شركه نعملها مع يا عم يا ريت، الواد ميدو بيزنس مان رهيب، خلينا نخش معاه في البيزنس. اي كلام في اي حاجه، اقسم بالله اي كلام. وانا لما اقول على ميدو ان هو مثلا محترم ولا ان هو كويس، يبقى لازم في حاجه بيني وبينه او بين عمرو الجنايني وبينه. ايه يا جماعه كفايه يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده، الموضوع خايب بصراحه وما يتحقش رد عليه وموضوع تافه يعني. بس انا كان لينا وجهه نظر كمجلس، مش هقدر اقولها في التلفزيون لان احنا برضه حاجات جوه النادي فلوس والكلام ده، فانا احنا كنا شايفين الموضوع فلوس وموضوع قيمه لميدو. لكن قلنا في الاول وفي الاخر، ومع كلامنا مع كابتن شوبير في الحلقه وهاتها من اليوتيوب، قلت اولا واخيرا الكابتن حسن شحاته هو صاحب القرار الاول والاخير. احنا هنقعد معاه نعرض وجهه نظر المجلس في موضوع ميدو، والاول والاخير حسن شحاته يوافق. لا قلنا ان هيقعد بالعافيه، ولا قلنا ان هو غصب عنه، ولا قلنا الكلام ده كله. فانا عشان كده مستغرب هو ليه عمل كده، لان احنا مدين له حقه ومدين له تقديره ومدين له احترامه، ولا نستحق هذا يعني ان يعمل يدينا استقاله ويمشي يعني. طيب حازم، في حاله عدم عوده كابتن حسن شحاته، من هو البديل؟ كلام على الكابتن طارق يحيى، كلام على مستر فينجادا، كلام على حسام حسن. ما فيش حد خالص من المجلس يتكلم مع اي حد، ولا فتحنا مع بعض سيره ان في حد جاي، لان احنا مش في دماغنا. ان انا بصراحه مش متوقع ان هو هيمشي كابتن حسن. راجل عمل شغل كويس، خليه يكمله. واحنا محدش يعني والله بجد ما فيش حد توقع او تكلم او عمل مع اي مدرب خالص خالص. فانا مش عايز اسبق الاحداث، خلينا نشوف الجمعه والسبت ونتكلم بعديها. بس انا يعني اعتقد ان كابتن حسن هيرجع عن هذه الاستقاله، لان انا شايف ان هي يعني بلا ذات، يعني مش عايز تسمعنا، بس هي ما لهاش سبب. انا مش شايف سبب، لو في سبب حد يقول لي، بس يعني يا ريت نوضح السبب ايه. انا مش لاقي سبب جوهري يزعل كابتن حسن من المجلس. اي حاجه عقوبات اتخذت، اللعيبه كلها هو عايزها، اللعيبه اللي مشيت يعني، واي حاجه بتاع اي كلام. ما هي لجنه الكوره موجوده، كابتن حازم وابراهيم لياقه. بس نوعا ما في مشاكل ماديه بالنسبه للعيبه، ما خدوش فلوسهم بتاع السنه اللي فاتت. مين؟ في لعيبه ما خدتش فلوسها من السنه اللي فاتت. ما عندنا مشكله مستحقات، انا قلت لك عليها. احنا عندنا مشكله مستحقات طبعا، مشكله ماديه. وربنا يسهل نعرف نصلحها يعني، لان بس على مصر كلها خالد يعني، مش نادي الزمالك تمام. يعني كل انديه مصر بتعاني يعني. احنا بنحاول والله، بس الظروف صعبه جدا، والناس المفروض تدفع لك حتى فلوس في الوكاله الاعلاميه تعرف انه ما ايش تدفع. وده هو المرض الرئيسي في كره القدم. ما فيش ماتشات. احنا فينا العالم العربي تقريبا كويس دخلات، بس ما فيش ماتشات كوره بتدخلك فلوس، ما فيش سباق اعلامي يدخلك فلوس. ما برضه يعني الناس تقعد تنقد تقول لك اصل انتوا لازم تجيبوا حلول. انا مش ساحر يعني، مش هضرب اطلع. بس الناس كان عندها امل بعد رحيل المستشار جلال ابراهيم ووجود الكابتن او الاستاذ ممدوح عباس، انه كان املهم في عوده ممدوح عباس ان هو يحل النواحي الماديه. خالد يا غندور، احنا رجعنا بعد ثوره في مصر. الثوره اللي في مصر الدنيا مش زي الاول لسه ماديا، وبعدين بعد دي ما رجعنا الدوري واقف، فانت كل الانكمز اللي بيخش لك وقف مات. انت بتصرف على كوره وعلى انت جاي من النادي اساسا مرتبات 3 شهور ما اتخدتش. احنا داخلين على نادي فيه ناس ما قبضتش بقى 5 6 شهور اساسا، ومشاكل ماديه في النادي اساسا. رحت جاي لقيت الدنيا وقفت اكتر، مش مثلا تبتدي تمشي معاك، لا وقفت اكتر. وعندك كنت جاي على تجديد لعيبه في شهر واحد. فكل دي التزامات، ما هو الناس برضه ما اطلب بما مستطاع. انا في مثل كده مش عارفه ايه. حازم، هل مؤمن زكريا كلام على ان هو يروح النادي الاهلي؟ كان في كلام قبلها هيجي الزمالك، في كلام على احمد الشناوي، في كلام على حسام حسن، هل في كلام على لعيبه جديده؟ كنا ماشيين في الكلام ده يوم الجمعه اللي فات يا خالد، وخلاص القعده بتاع عبد الله جورج هيقعد مع بعض هؤلاء اللاعبين اللي ذكرتهم، وخلاص وهنخلص الكلام كله في يومين. وكان هيبقى من النهارده المفروض كانوا مثلا في نادي الزمالك اللي في بعض الاسئله انت قلتها دي ونخلص. بس الموضوع ده كهربنا كلنا وخلى كابتن حسن شحاته تتنشن شويه كده. بس انا يعني انا بتوقع ان كابتن حسن وخبرته وحنكته وحكمته ان هو يشوف مين كويس ومين بيحبه ومين ما بيحبوش، هيعرف لازم يقف في نادي الزمالك يعني. طيب على العموم انا ما هيكون معايا بعد شويه كابتن تامر النحاس، حابب تقول له حاجه؟ حبيبي ده كان معايا في نادي الصيد. خليه بس ايه
يعني يهدى شويه. طيب ماشي. ماشي، شكرا كابتن حازم.